بالعكس. سؤال: كيف نبرر حروب الفتوحات الإسلامية بعد العهد النبوي ونجرم حركة الاستعمار؟ أنا في الحقيقة أعود من كلمة، أنا عندي موقف من هذه الفتوحات، أنا مش متعاطف معها، أنا بقول لك بصراحة يعني أنا قناعتي أن الحروب اللي كانت دفاعا عن حياض المسلمين وبلادهم ودينهم مبررة طبعا دينا وخلقا، والحروب اللي كانت حروب عدوان باسم الفتح، هيك نفتح كذا كذا، وخاصة في عهد حتى الأمويين والعباسيين ما كانت تعكس رحمة الإسلام ولا أهداف الإسلام، كانت حروب إمبراطورية عادي يريدون أن يتوسعوا، بدليل أن الأمة نفسها يعني لم ترى منها الخير الكثير، كانوا يفتحون بلاد كبيرة والأمة تموت من الجوع، تخيل، وتصير ثورات الزنجر، جوع وعطش شيء فظيع، والخلفاء عندهم يتركوا عشرات آلاف الجواري، والقادة يقتلون، قادة الفتوح. اقرأ ايش صار في محمد بن القاسم، ايش صار في قتيبة، ايش صار في موسى بن نصير، ايش صار في أولاده اثنين، ذبح، من يذبحهم؟ الخليفة، لأنه بغار منهم والناس حبوهم والجيش ممكن يعمل لي ثورة خلص عليه. تخيل هذا كان بيفتح لوجه الله؟ يفتح من أجل الإسلام؟ لا والله، خلينا نكون واقعيين وصادقين، أبدا، إنما كان إمبراطورا قاعد بده يتوسع مثل أي إمبراطور. والقوة عموما عبر التاريخ لا تعرف الزهد، القوة لا تعرف الزهد، والمصطلح الاستعماري، القوة تحاول أن تخلق دائما مجالها الحيوي. العلامة المؤرخ الكبير حسين مؤنس من أجمل من تقرأهم المؤرخين، ومن من أكثرهم مرونة وتفتحا، صاحب المسؤول عن أطلس تاريخ الإسلام وموسوعة تاريخ الأندلس. حسين مؤنس رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، عنده كتاب اسمه الإسلام الفاتح، كتاب مش كبير 200 صفحة، يلاحظ ملاحظة ذكية، قال: أنا لاحظت تقريبا كل البلاد الإسلامية التي فتحت بالسيف عاد الإسلام وانحسر عنها، والتي فتحت بالدعوة والقناعة لا زال الإسلام بفضل الله منيرا بشمسه فيها. تشوف ماليزيا وأندونيسيا هذه فتحت بدعاء بسطاء